عيب قوي لما الحكومة سايبة الناس ما بتطلعش تكلمها في أزمة الدولار والسيولة ووقف الاستيراد والكلام ده كله. سايبين الإشاعات تاكل في الناس وتوجهها وتعيش الناس في حالة قلق، ومفيش مسؤول حكومة بيطلع يتكلم في الموضوع أو يقول للناس هي خطتها إيه. ما كل العالم في أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن كل حكومة بتعمل خطة إزاي هتتجاوز الأزمة دي. الحكومة عندنا مفيش حد بيطلع يتكلم خالص، ولا حد بيقول ايه رؤية الحكومة، ولا هي ناوية تعمل ايه، ولا هتتحكم في سعر الصرف ازاي، ولا اي حاجة. لا رئيس الوزراء ولا اي حد، ولا حد بيتكلم، سايبين الناس كده لهبيدة اليوتيوب واللي كل واحد عامل فيها خبير. الناس بتخش على اليوتيوب تاخد معلومات من الناس اللي بتتكلم، هي ناس ولا ليها في الاقتصاد ولا خبرة في الاقتصاد، ولا تعرف بربع جنيه اقتصاد، والدنيا هايصة. ما الناس مش لاقية مصدر رسمي تاخد منه معلومة، فبالتالي بتاخد معلومة من أي حد بيتكلم. تدور في اليوتيوب ولا تدور في التيك توك ولا غيره وتسمع هو بيقول ايه وتمشي وراه. نفس الكلام ده برضو اللي خلى الناس يحصل مضاربة على الذهب ويوصل سعره الأسعار الفلكية اللي احنا فيها دي. يعني أصلا سعره بره مش بالطريقة دي، لان في مضاربات جامده على الذهب. ما هو الجنيه بينهار، فهتحط فلوسك يا في دولار يا في ذهب، ملهاش حل تاني يعني. فالمفروض الحكومه تطلع تكلم الناس وتقول لهم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه عشان تواجهوا المرحله اللي احنا فيها دي. هتعملوا ايه؟ واحد اتنين تلاته هنعمل كذا. طمنوا الناس. الكلام ده حتى انتوا سايبين السوق كده، ده بيهرب استثمارات وما بيخليش اي مستثمر يجي يحط فلوسه، لان الدنيا ضبابية خالص، مش باين الدنيا رايحة فين ولا جاية منين. يا ريت ناس بتفهم بربع جنيه. والله احنا محتاجين حد بتاع اقتصاد، بتاع اقتصاد مش بتاع سياسة. ده انت حط السياسة فاشلين فيها، يطلع يفهموا الناس بس عرفوهم الدنيا رايحة فين.